السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد ومراجعة احدث اصدارات نتفليكس الناطقة باللغة العربية مسلسل كتالوج. فتابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. بتدور أحداث المسلسل عن يوسف اللي بيفقد مراته أمينة بسبب المرض، وبيحاول يوسف إن هو يكون أب وأم لأولاده، وبيساعده في ده فيديوهات النصائح التربوية اللي أمينة كانت بتقدمها في محتواها على اليوتيوب. تقديم القصة في المسلسل كان بسيط جدا ولكنه كان رائع جدا، بيحطنا على أول الطريق الدرامي اللي المسلسل بيمشينا فيه في باقي الأحداث. نتكلم عن الجانب الدرامي الرائع اللي المسلسل بيقدمه. الدراما هنا هي دراما دافية، دراما قادرة إن هي تحضنك، قادرة إن هي تطبطب عليك، وبعيدة كل البعد عن الدراما الاستفزازية اللي بقى متعارف عليها في آخر سنين موجودة عندنا، إن دايما لازم الدراما تبقى استفزازية وناس بتظلم ناس وناس بتيجي على ناس والكلام ده كله. المسلسل هنا بعيد عنه تماما. المسلسل هنا قادر إن هو يخليك تضحك وقادر إن هو يخليك تعيط، ولكن الأهم هو إنه قادر يبين لك قيمة الفقد، وفي نفس الوقت هو قادر يبين لك ان انت لو فقدت حد عزيز عليك فهي مش نهاية الدنيا، واكيد في ناس تانية بتحبك ومحتاجة لك. نوعية الاشخاص في المسلسل كانت حلوة جدا. المسلسل فيه شخصيات ياما متنوعة، كل شخصية فيهم مختلفة عن التانية، وكل شخصية بتاخد الوقت الكافي بتاعها وبتاخد الخط الدرامي الرائع بتاعها اللي بتقدر انها تتطور فيه ويعود علينا طبعا بأداء تمثيلي حلو جدا. اهمهم طبعا هو تطور شخصية يوسف اللي كان موجود معانا في الاول. هو عبارة عن شخص بيحب شغله جدا ومش شايف اي حاجة تانية قدامه، اي مناسبة او اي حاجة بتحصل له هو مش موجود فيها، لان هو في الشغل، هو شايل شغله على كتفه وقاعد هو بيحاول يبني في نفسه ويبقى له الكارير بتاعه والشركة بتاعته تبقى من انجح الشركات، ولكنه في النهاية بيعرف ان هو بيملك الاهم من الشغل، بيملك عيلة محتاجاله. الشغل بيروح ويجي والشغل تقدر تعمله في اي وقت، ولكن اللحظات السعيدة اللي بتقضيها مع الأسرة مش دي اللي هتكون دايما ليك، مش دي الحاجة اللي انت تقدر تعملها في أي وقت، لأن الأسرة دي مش دايما لك. المسلسل الحقيقة قدر ان هو يستغل نقاط القوة بتاعته بطريقة ولا أروع، قدر ان هو يستغل الدراما بتاعته في سرد القصة بطريقة حلوة تخليك متعلق بيها من أول ثانية موجودة، وكمان قدر ان هو يستغل الشخصيات الكتيرة اللي كانت موجودة وضيوف الشرف الكتير اللي كانوا موجودين. ولكن حاجة من أروع الحاجات اللي عجبتني هي إن في النهاية، يعني في آخر حلقة، في مشهد هو تكريم لنجم راحل، اتعمل بطريقة حلوة جدا. طيب دلوقتي نتكلم عن السلبيات اللي كانت موجودة بالنسبة لي في جزئية القصة والسيناريو. أول حاجة هي الجانب الكوميدي اللي كان موجود. الجانب الكوميدي اللي موجود معانا هو حلو جدا وبيضحك، ويعني هو مرضي، إجمالا هو مرضي، ولكن في بعض اللحظات الكوميدية اللي كانت موجودة اللي كانت أقرب للهزلية بما لا يناسب القالب الدرامي اللي احنا بنتكلم فيه. يعني احنا عندنا دراما والدنيا ماشية فيها، ففي بعض اللحظات الكوميدية البسيطة اللي كانت لا تحس ان الموضوع قلب مننا هزلي زيادة عن اللزوم، يعني الكوميديا خدت اتجاه كوميدي اكتر من اللي احنا كنا محتاجينه، ولكن اجمالا الكوميديا اللي موجودة معانا كانت حلوة ومرضية جدا. في نقطة تانية برضه هو ان المسلسل يعني تطرق لبعض الحاجات اللي ما كناش لازم احنا نبص عليها. هي مش حاجات عيبة، هي حاجات بقت عادية في الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي، عادي خالص، بس يعني اللي هو يا طالما ملهاش لازمة فمش لازم ان احنا نتطرق اليها. نتكلم دلوقتي عن الاداء التمثيلي. الاداء التمثيلي اللي موجود معانا هو حلو جدا من كل الابطال اللي موجودين، كل الناس اخدت المساحة، كل الناس قدرت انها تعمل اداء تمثيلي رائع وممتع للغاية. محمد فراج عمل اداء تمثيلي كويس رغم ان البداية بالنسبة له كانت متخبطة نوعا ما، لكن قدر ان هو طول احداث القصه ما بيمشي والتطور اللي بيحصل له قدر ان هو يعمل اداء تمثيلي فيه حلو جدا. لا ننسى طبعا الفنانه القديره سماح انور اللي بتعود مره تانية للشاشات وبتعود بدور مختلف تماما عن الحاجات اللي كانت بتعملها قبل كده، وبتعود باداء تمثيلي قوي يبين لنا ان يعني غيابها كان مؤثر. وواحد من اقوى الاداءات التمثيليه اللي كانت موجوده معانا هو خالد كمال، اللي قدر ان هو يعمل دور حلو جدا. يعني تخيلوا يا جماعه ان في اسره عمهم طيب عادي وبيحبوهم، هو شديد شويه شخصيته صعبه شويه لكن بيحبوهم، دي حاجه بقت يعني صعبة نلاقيها في مسلسل اليومين دول. الناس كلها الحقيقة اللي كانت موجودة، الأبطال اللي خدوا مساحة، عملوا أداءات تمثيلية حلوة جدا. وطبعا المسلسل مليان ضيوف شرف كلهم نجوم، لكن طبعا أهم شخصية ظهرت معانا
يعني يمكن هو مش ممثل اصلا، ولكن هو اللي قدر ان هو يخطف كل الاضواء، وطبعا نجم رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب ظهر معانا في مشهد طبعا كان حلو جدا، وبيبين لك مدى يعني طلة الراجل ده هي ازاي جميلة للناس، مدى الحب والاحترام اللي الناس بتحبه له وبتحترمه له، لدرجة ان هو مع كل نجوم الشرف اللي ظهر ولكن التركيز كله كان معاه هو. جايزة الايمي مسألة وقت يا كابتن. طبعا مش هننسى برضو ضيوف الشرف التانيين اللي كانوا موجودين معانا، يعني مثلا عندك الفنانة حنان مطاوع اللي عملت مشهد تمثيلي خرافي، وكذلك كل الناس اللي ظهرت، كل الناس اللي ظهرت خدت مساحة وقدرت انها تعمل اداء تمثيلي حلو جدا. لا يعيب الشيء التمثيلي اللي موجود معانا في المسلسل، غير ان يعني الناس بقى ايه اللي هم مش ابطال، الادوار التانية اللي موجودة او الناس اللي بتظهر مشاهد، يعني في ناس ظهرت مشاهد كانت مستفزة جدا لأبعد الحدود، زي مثلا في شخصية كده، في شاب بيعجب ببنت يوسف، شخصية يعني محدش اجتهد ان هو يوريله ازاي يعمل ايه، جايبين عيل مطبق على فيديوهات دكتور مكاوي وجاي يطلعها علينا. نتكلم دلوقتي عن الاخراج. المخرج هنا هو وليد الحلفاوي ابن النجم الراحل نبيل الحلفاوي. العمل اخراج كويس، الاخراج بتاعه هنا كان حلو، استغلاله لنقاط القوة بتاعته كان بشكل كويس جدا، واستغلاله لنجوم الشرف اللي كانوا موجودين كان بطريقة حلوة قوي. انا بالنسبة لي مشكلة في الاخراج بس كان زي ما قلت الناس اللي هم مش ابطال، الناس اللي بتظهر معانا مشاهد كانوا محتاجين توجيه اكتر من كده شوية، او محتاجين اهتمام حبه، لان فيهم ناس ظهرت خدت اضواء وعملت اداء تمثيلي وحش. دي حاجه. النقطه التانية هي نقطه الكوميديا اللي انا اتكلمت عنها، اللي كانت في بعض الاحوال بتتحول ان هي تبقى هزليه بما لا يلائم الاجواء اللي احنا كنا موجودين فيها. ما دون ذلك الاخراج بالنسبه لي كان حلو جدا، وما عنديش مشاكل معاه غير الحاجات اللي انا اتكلمت فيها. تقييم المسلسل هو 8 من 10، تجربه حلوه جدا، تجربه مصريه، هي دي المسلسلات اللي ممكن ان احنا نعتمد عليها، لا اتعمل له دعايه ولا اتقال انتظروا اهم حاجه موجوده ولا اي حاجه، اهتموا بالمنتج، عملوا منتج قوي، الناس بعديها هي اللي هتسوق له، هو ده النجاح. ركز على شغلك واعمله بطريقه كويسه، الناس لما تشوف الحاجه اللي انت عملتها وتعجبها هم اللي هيعملوا لك احلى دعايه. مش لازم بقى تروح تدفع للصفحات ولا تعمل اعلانات في التلفزيون ولا الكلام ده كله، لا انت قدم بس منتج عادل الناس كلها هتحبه وهتشيد بيه وهتعمل لك احلى دعايه. فيا ريت المسلسلات كلها بقى العربيه اللي تكون موجوده في الفتره اللي جايه تكون اهتمام بالهوية بتاعتنا واهتمام بالمنتج، مش نروحوا بقى نجيبوا حاجة غربية نعربوها وما نعرفش نعملها برضو بشكل كويس، والحاجات التعبانة اللي شفناها في الفترات الأخيرة دي. وبس كده اعزائي المشاهدين، كنت خلص فيديو النهارده، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.